تقريبا 6 شهور بعد التخرج في عمان وبدون وظيفة. جت لحظات كثيرة جدا حسيت انه مصاب بالاكتئاب بعد التخرج، لكن دائما نحاول ان نتخطى الشعور ومش بطريقة التجاهل، لان اكبر غلط انك تتجاهل. بس في كثير حلول يقدر الشخص يتبعها ويسويها عشان يتخطاه في المرة الجاية. فشعور حقيقي، شعور موجود، واحس انه نوعا ما ضروري. انت خريج او مقبل على التخرج وحاب تعرف اكثر عن الاكتئاب اللي يحصل ما بعد التخرج، هل هذا شيء واقعي؟ هل هو موجود؟ هل في كثير ناس صار فيه؟ ايش هي الاعراض اللي ممكن تصيبك يوم انك تتخرج؟ وكيف انك تتعامل مع هذا الموضوع اصلا من الاساس؟ كل هذا راح نناقشه ان شاء الله في حلقة اليوم. اتمنى تجيب معك كوب قهوة، زين، ندردش كذا على السريع. موضوع جدا مهم بس في نفس الوقت له حلول عديدة. معكم عزيز الفضة، بودكاست فرصة، استمتعوا. انزين، موضوع الاكتئاب ما بعد التخرج، اول شيء هو شيء واقعي، هو شيء موجود. تخيل بس انك يعني انت الحين نفس سالفة الثانوية، بس الثانوية غير، لان فترة الجامعة انت الحين من انت صغير، من دخلت الروضة او دخلت اول اعدادي، مش اول اعدادي، اول ابتدائي، 12 سنة وانت عندك جدول نوعا ما، انت تدرس دائما. انت عندك شغل زي وقت الاجازة، بعدين انت تشوف لك شغلة ومع اهلك وما اعرف ايش وكذا، وما زلت نفس الروتين، كل سنة نفس الروتين، كل سنة نفس الاشياء، انك انت ما عندك مسؤوليات. وبعدين تخلص الثانوية وتدخل الجامعة على طول. زين، في ناس تنتظر شوية بس في الأغلب يعني ما يطول ممكن أكثر من 6 أشهر في العادة، خاصة المبتعثين يعني. بعدين تروح الجامعة وتدرس الجامعة 4 إلى 5 6 7 8 سنوات أيا كان. وبعدين نفس الشيء، أنت في الجامعة عندك مسؤوليات، عندك أشغال تسويهن، عندك دراسات لازم تخلصها، عندك شغل، يعني في بين يديك شغل لازم تخلصه، شغل لازم تسويه. فأنت دائما في حركة، ودائما تعرف أنت إيش معك وإيش عليك وإيش الفروضات اللي عليك وإيش يعني المسؤوليات اللي عندك. فتخيل أنت أول ما تخلص الجامعة، زين، كل الدائرة اللي أنت عايش فيها، القوقعة اللي أنت عايش فيها ممكن تختلف بشكل كبير جدا. زين، وهذا الشيء ينطبق أكثر شيء مع المبتعثين، بس نفس الشيء ينطبق حتى مع الناس اللي تدرس في البلد. يعني إن أنت كونك دارس وفي الجامعة عندك أصحاب أنت اخترتهم طوال 4 سنوات، أنت يعني فلترت، ممكن من البداية كان عندك أصحاب كثر، مع الوقت قلوا صاروا القلة اللي أنت تستمتع معهم، خلاص صار جدولك دايما معهم، صار جلساتك دايما معهم، الأنشطة اللي تسويها دايما معهم. فهذيلا خلاص تقريبا راحوا، أو ممكن قل الوقت اللي تقضيه معاهم. المسؤوليات اللي كان عليك من فروض من واجبات صارت ما موجودة، صار ما في أي يدك شيء إنه أنت لازم تخلصه ولازم تسويه. فتحس أصلا الوقت قاس يمشي بسرعة أقل، الوقت ما قاس يمشي من الأساس. حتى إنك في وقت فراغك كنت تسوي أشياء يعني نوعا ما تطلع الطاقة السلبية اللي فيك، نوعا ما تطلع الضغط وهذا، وتطلع في شيء معين، سواء كانت هواية، سواء كانت رياضة، سواء كان ايا كان. ممكن في ناس تشوف نتفليكس، في ناس تلعب بلاي ستيشن، في ناس تروح الجيم تتمرن. بس الحين ما في هذيك الحاجة الملحة انك انت تسوي هذه الاشياء. ممكن تسويه لفترة طويلة بعدين تحس انه انت ما عندك شيء حقيقي قاعد تسويه حاليا، ما في هدف معين في حياتك، ما في غاية معينة انت قاعد تسعى لها. فكل هذه الامور، ان محيطك يختلف، ان البيئة ممكن اختلفت، وخاصة المبتعثين انت كنت في عالم مختلف. يعني الحين مثلا انا موجود في امريكا، يوم ارجع عمان ان شاء الله، انا ان شاء الله بوقت نزول هذا الفيديو والحلقة بكون خلاص راجع، فثقافتي اختلفت. انا من جيت امريكا 4 سنوات، 4 سنوات هنا فكر تغير، معتقدات تغيرت، كثير أشياء، المظهر تغير، بيولوجيا عقلك أصلا اختلف، والثقافة اختلطت مع، يعني أنت كأنك ميكس بين الثقافة العربية اللي أنت تربيت عليها والثقافة الأجنبية اللي أنت تعيشت معها. فكونك رجعت الحين أنت شخص ثاني، أنت شخص ثاني.
وممكن يعتمد على نوعية الشخص، بس في العادة يكون طموح أكثر، يريد يحقق أشياء وكذا، ويرجع تجيه reverse culture shock، إنه هو صدمة ثقافية يوم تجيه هنا أمريكا مثلًا، أو تصير بعثة تجيك صدمة ثقافية مثلًا، تشوف الثقافة مختلفة وكذا، بس يوم ترجع نفس الشيء، لأن قضيت 4-5 سنوات في بلد يعني بلد أجنبي، يوم ترجع البلد الأم بتجيك صدمة ثقافية مقلوبة. زين. فهذا الشيء كله ممكن يسبب الواحد انه يحس بفراغ، انه وقت اول شيء. وفوق كذا انت عندك ضغوطات ان انت لازم تحصل وظيفة، وفي مثلا توقعات من المحيط اللي عندك، المحيط الجديد من ترجع، انه انت متوقع منك انك تحصل وظيفة، متوقع منك ان انت ما تجلس فاضي، متوقع منك ان انت على طول تجلس تتحرك وتحصل لك شيء. فكل هذه الاشياء ضغوطات ان انت روتينك اختلف، البيئة اللي انت كنت فيها اختلفت، ممكن حتى اصدقائك بيتغيروا، وهذا شيء طبيعي. بس زيد على كده وضغط انك انت لازم تحصل وظيفة. ففي عدة امور وعدة عوامل تأثر في هذا الشيء، وتسبب ان الشخص كثرة الفراغ الداخلي. انا اتكلم ما اتكلم فراغ بس فراغ الوقت، ممكن فراغ الوقت يكون حلو للناس اللي عنده شغل وعند تعرف ايش تريد تسوي، عنده هواية مثلا وقاسة تملي وقتها بشيء مفيد. بس الفراغ الداخلي هذا الفراغ سيء جدا. زين، ما اقول ان انا مريت فيه بعد التخرج، وانما في فترات معينة من حياتي نفس الشيء مريت فيه. هذا الفراغ سيء، تحس انك ما عندك هدف في الحياة، او ما تعرف ايش تريد تسوي في الحياة. ف بنتكلم شوي عن بعض يعني الأعراض اللي ممكن تمر فيها. زين، وفي مقال جدا جميل صراحة تصفحته في جوجل، ممكن حتى الرابط حطه في الديسكربشن. كثير من الناس ممكن تحس أول بعد التخرج بنسبة من قلة الطاقة، بالتعب، بقلة التحفيز. زين، وهذا شيء طبيعي جدا. ففي حتى دراسة جميلة، مش جميلة بس يعني دراسة تبين قدر وكيف ان هذا الشيء جدا مؤثر. ان هنا في امريكا في دراسة بينت انه من اشخاص من 18 الى 25 دائما حالات الاكتئاب عندهم تزايدت للضعف في العقد الاخير. فهذا يبين ان هذا السن اصلا سن مليء بالضغوطات، سن مليء انت مفترض ومتوقع منك انك تحصل شيء انت لازم تشتغل فيه، وانت تعرف ايش مهنتك، تعرف ايش هواياتك وايش شغفك. وفوق كذا انت قال في مرحلة انتقالية. دائما هذا السن مرحلة انتقالية بين فترة الجامعة وفترة المدرسة حتى الى الفترة المهنية او الحياة المهنية. فدائما هذه الفترة يكون فيها ضغوطات، وفوق كذا قلة قلة مسؤولية، ما عندك مسؤوليات. فحتى نفس الشيء انا تواصلت في الانستغرام مع، يعني حطيت في البوكس ان اللي يمر بهذا الشيء او شيء مشابه زين يشاركنا، فقدني بعض المشاركات. يعني في فاطمة تقول ما كان اكتئاب لكن شعور غير، لأن في شيء تغير، وخاصة المبتعثين يعيشوا صدمة حقيقية. خديجة تقول كل ما زاد الفراغ زاد الاكتئاب، فأحسن طريقة هي تشغل نفسك في أي شيء ممكن يضيف لك قيمة وتستمتع فيه. فسألت أنا إيش الأشياء اللي ممكن يعني تضيف لك قيمة وتستمتع فيها، وذكرت أشياء معينة، يعني إن مثلا تكون عندك هوايات، رياضة معينة، شيء تلتزم فيه ويشغلك، يعني شيء تحس إن أنت قاعد تنجز فيه. عبد العزيز ماي براذر كاتب ما اكتئاب بس تحس انه ما في هدف من الحياة. وصلاح يقول مش اكتئاب وانما نوعا ما ريفرس كلتشر شوك اللي ذكرتها في البداية، لما رجعت عمان، لانه تعودنا على الحياة وروتيننا برا عمان. فلما يعني تنصدم الواقع في عمان والوظائف تجيك صدمة اكبر لانك كنت متعود يمشي لك راتب. فسألت اكثر على الموضوع، ويعني جزء من كلامه ان في نوع من للأسف استعباد نوعا ما في طريقة العمل، وأن أنت مفترض أنك تشتغل كثير والراتب أو المكافآت ما هي بهذيك الزود. ففي حالات ونفس الشيء. في أيضا خديجة واحدة ثانية كانت تقول إن تقريبا 6 شهور بعد التخرج في عمان وبدون وظيفة، جت لحظات كثيرة جدا حسيت إنه مصاب بالاكتئاب
بعد التخرج، لكن دايما نحاول ان نتخطى الشعور ومش بطريقة التجاهل، لان اكبر غلط لا انك تتجاهل. بس في كثير حلول يقدر الشخص يتبعها ويسويها عشان يتخطاه في المرة الجاية. فشعور حقيقي، شعور موجود. الشعور واحس انه نوعا ما ضروري. زين طبعا ما انه يوصل لمرحلة شديدة من الاكتئاب. هنا ممكن يصير انه لا في يعني في شيء ثاني صاير، مثلا ممكن يراجع طبيب نفسي او ايا كان. بس هذا الشعور نوعا ما ممكن يكون جيد اذا كان لمدة معينة، ويعطي دافع للشخص انه يشتغل وانه يملي وقت فراغه بشيء، عمل تطوعي ايا كان. فهذه بعض الاعراض الثانية اللي نفس الشيء قرأتها في الارتيكل، واشياء ممكن انا نفس الشيء اعلق عليها. guilt shame or self loathing. انزين ندم، كثرة الجلد الذات. هذا الشيء انا ارتبط معاه بشكل كبير جدا. ان دائما مرات يوم استذكر ايام في الكلية او في الجامعة كنت دائما مثلا اقول لو سويت شيء من هذا الامر اكثر كان افضل، لو صادقت ناس اكثر كان افضل، لو تعرفت على امريكان اكثر كان افضل. فيبدأ هذا الشيء انه تبدأ تجلد نفسك انه ما استغلت وقتي صح، ما حسيت انه يعني انا 4 5 سنوات ايش سويت، بالرغم من انه في ناس يعني انجزت كثير اشياء. انا شخصيا الحمد لله اشوف انه فترة الجامعة كان شيء جدا مثمر شخصيا. بس هذه واحدة من الأعراض. cynicism and irritation، إن الواحد يحس إنه مغلوط عليه أو إنه في انزعاج نوع ما أو غضب، إنه مثلا هو توقع إن شهادته ممكن توصل لمكان بس انصدم بالواقع وما أعرف هذا الشيء، أنا ما قربته يعني. difficulty feeling pleasure، صعوبة في الاستمتاع باللحظة. هذا شيء أتوقع ممكن ينطبق على كثير من الناس، وأنا واحد منهم. بس ما هو متعلق اني متخرج وانا لازم احصل وظيفة، بس اكيد انا متأكد انه في كثير ناس يحسوا بهذا الشيء، انه بعد ما تخرجوا يوم رجعوا البلد وكذا انه صعب يعيشوا اللحظة، صعب يستمتعوا بالمومنت، صعب انه يستمتعوا شوية let go يعني، لانه كثير تفكيرهم في الوظيفة وكذا. hopelessness، اليأس. And scrolling through social media might give you the impression your classmates are all doing fabulously. جدا نقطة مهمة، ان دائما موجودين على السوشيال ميديا فيشوفوا اصحابهم واصدقائهم واقارنهم او اقرانهم قاسين يبلون البلاء الحسن، وقاسين يستمتعوا بوقتهم يعني خلاص واصلين وكذا. فتبدأ سالفة المقارنة، يبدأوا يقارنوا الموضوع مع نفسهم، انه انا متخرج بعد ما محصل، انا صاحبي محصلين وهذا مسوي وهذا قاعد يسوي في حياته. فيبدأ يصير في يأس انه انا ابدأ ما بحصل شيء، وهذا الشيء بيصعب الموضوع اكيد. lack of motivation، قلة التحفيز. هذا الشيء اكيد ممكن يصير خاصة مع الناس اللي تكثر من إن يعني خاصة يوم انا دائما اقدم على وظائف، دائما اعطي رزمي، دائما احاول انه اقدم بس ما اشوف شيء في المقابل، فاكيد هذا الشيء راح يأثر في مدى التحفيز. change in appetite، تغيير في شهية، ممكن يكون بقلة الاكل او بكثرة الاكل. فممكن البيهيفير او التصرف مع الاكل ممكن يختلف. هذا الشيء ممكن يبين انه واحد جالس يمر في فترة صعبة. sleeping issues، هذه ممكن يكون يعني نوعا ما شيء أنا مريت فيه نفس الشيء، إنه sleeping behavior مالي sleeping pattern مالي اختلف، لأنه يوم يكون في سترس عالي صعب إنك تنام، صعب مهما سويت مهما كذا صعب إنك تنام، لأن جسمك وذهنك دايما شغال قاس يفكر. حتى لو تحاول يعني انت دايما في دوامة ان انت قاس تحاول تسكت عقلك، بس عقلك جالس يفكر، فانت ما زلت قاس تسكر عقلك وما تلاحظ انه ساعات مرت انت بعدك ما نايم. فأكن totally relate. brain fog، انه يكون في يعني تشوش او يعني قلة تركيز في العقل، انه مرات ممكن يصير اشياء وتضيع منه اشياء بسيطة، يعني والله نسيت ايش كليت، نسيت وين حطيت المفتاح،
ممكن أحس ضغط عالي بشكل كبير إنه ما أقدر أفكر. هذه بعض الأعراض يعني. فبس عشان نلخصها مرة ثانية، الندم وكثرة جلد الذات هذه واحدة من الأعراض اللي ممكن تسبب الاكتئاب، أو ممكن من خلالها تعرف إنه ممكن فيك اكتئاب ما بعد التخرج. cynicism or irritation، انزعاج أو الحس بالخذلان من الديجري أو من الشهادة. difficulty feeling pleasure، صعب إنك تعيش اللحظة وتستمتع. اليأس hopelessness، lack of motivation، قلة التحفيز. change in appetite، اختلاف في أو تغيير في الشهية مع الأكل. sleep issues، مشاكل في النوم. brain fog، تشتت في الذهن. في عدة أشياء ممكن تسبب depression، إنه الواحد يحس باكتئاب، إنه ما قاعد ينجز أشياء أو أيا كان. وواحدة منها إنه في job hunting، أو أنت قاعد تلاحق وظيفة معينة. فملاحقة الوظيفة وتقديم الوظائف وكثرة التقديم وكذا، وطبعا هذا شيء جيد بس بياخذ وقت. بس في كثير ناس ممكن تحس إن هذا الشيء قاعد يضغطها، وإنه ما قاعد أتقدم أكثر، وإنه لازم أسوي أكثر وأكثر وأكثر، فيزيد الضغط. ممكن هذا كثرة الضغط تنتج إن الشخص يبدأ يسوف procrastination، يبدأ يسفه شوية، إنه بسوي بكرة. ليش؟ لأنه في ضغط. يوم تضغط على نفسك إنه أنا ما قاعد أسوي كفاية، جسمك حرفيا ممكن يصاب بمرض. عادي تمرض. ترى الاكتئاب نفس الشيء، هو مرض. فلكل مرض أعراض. إذا في الأعراض فممكن في نسبة كبيرة إنه أنت مصاب في هذا الشيء. under employment، إن الواحد يشتغل في وظيفة هي أقل من اللي هو درس عشانها. ممكن هذا يصير. أتوقع هذا الشيء كثير جدا هنا في أمريكا. ما أعرف إذا في عمان نفس الشيء. student loans ما أعرف نفس الشيء. هل كثير ناس عندها اللي هو تدفع حال تمويل للدراسة. هنا في أمريكا طبعا كثير من الطلاب هم اللي يصرفوا على دراستهم، فياخذوا student loan أو ياخذوا تمويل للدراسة في الجامعة عشان يدفعوا لدراستهم. وفي دراسة إن 65% of college graduates leave school with student loan debt. 65% من طلاب الجامعات يخرجوا من الجامعة وعندهم دين لأنه يدفعوا حال الجامعة، وهذا الشيء نسبة كبيرة جدا. طبعا هذا في أمريكا. ممكن يعني الحمد لله مع البعثات مع المنح اللي نحصلها احنا في البلد أتوقع نسبة أقل بكثير. الوحدة هذه هذا بغيت أتكلم على سالفة الوحدة ما بعد التخرج. إذا كنت من الأشخاص اللي تفاجأت أو انصدمت إن أصحابك ما هم نفس أصحابك، أو اختلفوا، أو وقتك معهم قل، أو تواصلك معهم حتى قل، لا تستغرب بعد التخرج، لأنه هذا الشيء طبيعي. أول شيء الروتين راح يختلف، أو ثاني شيء هم أصلاً الحين كل واحد صار مع أهله تقريباً. مسؤوليات اختلفت، ممكن قلت ممكن زادت على حسب الشخص وعلى حسب يعني البيت اللي هو ساكن فيه. السبل والطرق اللي كل واحد بيمشي فيه ممكن يكون مختلف جدا عن الطريق اللي انت بتمشي فيه. فتوقع دائما حط في بالك، وتوقع انه كل فترة من حياتنا ربنا راح يسخر لنا اشخاص زين. ممكن يكونوا اصدقاء، ممكن يكونوا مؤقتين، ممكن اصدقاء لموسم معين، ممكن اصدقاء لمدى الحياة، ممكن اصدقاء ليوم يومين. بس هذه هي الحياة. مش ما في صح وما في غلط. لا يعني عشان كذا في ناس كثيرة تضغط على نفسها، او ان تحس بالخذلان وكذا، انه والله اصحابي من يوم الجامعة ولا اصحابي من يوم الثانوية. ترى وقت الثانوية انت بيئتك كانت هذيك مع هذيلك الاصحاب، وفي صفك كان هذول الاشخاص، اكيد بتصادقهم، اكيد بتكون معهم اصحاب. بعدين خلصت الثانوية انت رحت الجامعة، هم راحوا جامعة ثانية، راحوا كلية، راحوا عسكرية، ايا كان. اكيد وقتك راح يقل معاهم، اكيد تواصلك راح يقل معاهم. هذا شيء طبيعي جدا، هذا سنة الحياة. راح تخسر، او ما بقول راح تخسر، راح يستبدلوا اشخاص في حياتك، سواء كان اصحاب، سواء كان احباب، سواء كان معارف. هذا سنة الحياة. راح يتغيروا اصحابك. ليش؟ لانه محيطك اختلف. ممكن تتعرف على ناس من دوامك الجديد، ممكن تتعرف على ناس من الشقة الجديدة اللي سكنت فيها، من البيت الجديد اللي انتقلته حاله. هذا شيء طبيعي.
ونفس الشيء تشوف إنه في ناس كثير تضغط على نفسها إنه أنا لازم لأ ما أقطع وما لازم لأن في بيننا مثلًا مسافة وكذا ولازم بالغصب، لا، ترى الصداقة ما مش شرط إنه الصداقة إيش، يعني الصداقة الحقيقية إنه أنت مثلًا أسابيع وأشهر ما تكون متواصل مع واحد يعني هو صديقك يعني، وتجي ترسل له رسالة وتتصل فيه وكذا كأنكم قبل أمس يعني كنتم تسولفوا وكذا. هذه هي الصداقة يعني ما شرط إنه الصديق إنه لازم كل يوم إنه أنتم متواصلين أو كل بعد فترة لازم، مش شرط. أنت عندك حياتك وأنت عندك ظروفك ومسؤولياتك ونفس الشيء، بس ما معناته إنه يوم نتواصل مرة ثانية مع بعض إنه هل يكون في awkwardness وكذا، ممكن، بس عادي يعني هذا شيء طبيعي جدًا، هذا شيء طبيعي جدًا. نشوف نفس الحالة يوم شخص يتزوج أكيد راح يقضي وقت أكثر مع حرمته، ما بيقضي نفس الوقت اللي كان يقضيه مع الشباب ومع راح يختلف. فنفس الحالة هذه سنة الحياة، بس الوحدة ممكن تأثر كثير، خاصة إن أنت خاصة يعني أنا شخصيًا دايمًا محاط بين ناس أعرفهم، ناس قريبين مني وكذا وأقضي معهم وقت، فكونك ترجع بعدين لبيئة ممكن هذا الأشخاص اللي دايمًا حواليك ما هم موجودين، ممكن يأثر كثير ويخلي الواحد يصاب باكتئاب. حالة العالم the state of the world، مع كل المشاكل السياسية اللي صايرة ومع كل الحروب وما أعرف إيش، هذه أشياء ممكن حتى تأثر في النفسية يعني. how to handle it، زين كيف تتعامل مع كل هذه الأمور؟ زين ذكرنا الأعراض، ذكرنا الأسباب، ذكرنا الأشياء اللي ممكن الواحد يمر فيها، بس إيش ممكن الحلول اللي ممكن واحد يتبعها؟ أول شيء لأنه في كثير ضغط من إنك لازم تحصل وظيفة وكذا، فمن الحكمة إنك تحصل مساعدة أو تسأل أو you go ask for help، يعني تسأل واحد إنه يساعدك، ومن الresources أو من الموارد اللي مسخرة للطلاب زين. وهذا يعني عنا خاصة في الجامعات هنا، ما أعرف في عمان كيف، بس إنه في فريق مهيأ ويعني فريق مسوين له حال المتخرجين، إنه في services أو خدمات حال الخريجين، منها إنك ممكن تحصل أشخاص يساعدوك في الريزومي إنك تبني الCV مالك أو السيرة الذاتية. في كارير كوتشنج، هذا الشيء أنا استخدمته، استخدمت الريزومي، استخدمت الكارير كوتشنج اللي هو مدرب مهني يساعدك على إنك تحصل الوظيفة اللي تناسبك وحسب مهاراتك وحسب إمكانياتك وحسب رغباتك يعني. جدا ساعدني وحسس وأخذ مني كثير من الضغط إنه هل هذا الشيء صح، هل هذا الشيء يعني بيفيدني ولا لا، هل أو أنا إيش أريد بالضبط، أنا إيش أدور، إيش المناسب. فكثير من هذه الأسئلة كان عندي كارير كوتش ساعدتني كثير ووجهتني خلال هذه الفترة. حتى يوم استقلت وكذا وتغيرت، نفس الشيء يوم رجعت أبني سيرتي الذاتية مرة ثانية مع الوظيفة الجديدة ساعدتني نفس الشيء في هذا الموضوع. ففي كثير موارد ممكن إنها تفيدك، فزين تستغلها وأنت ترى دافع يعني سواء كان بعثة أو إن كان، بس هذا الشيء مدفوع يعني already، فزين تستغله. catch up with friends، حاول إنك تتواصل مع أصحابك. بتتفاجأ من ممكن يوم خاصة تشوف السوشيال ميديا كذا بتفكر إنه بيكون في بالك إن هذا الأشخاص مشغولين وراهم أشياء وكذا وخلاص عندهم حياة، بس بتفاجأ من الأشخاص اللي ممكن يمروا بنفس الظروف بالضبط اللي أنت تمر فيها وبنفس المشاعر اللي أنت تمر فيها. يوم تحس بالوحدة مش شرط إن الكل خلاص حصل وظيفة وكذا لا، في ناس ترى تشتاق، في ناس بعدها ما تأقلمت مع الوضع الحالي، مع بعد التخرج، الحياة بعد التخرج ممكن يكون صعب. فكثير ناس راح تكون نفسك يعني، فاتصال واحد، رسالة واحدة ممكن تحسك إن it's all good، يعني كل شيء ماشي تمام. start small، ممتاز جدا، نصيحة ممتازة جدا. start small، ابدأ بشيء بسيط. أيا كان بتبدأ، أيا كان شوف الأشياء اللي تهمك، سواء كانت رياضة، إذا تريد تروح الجيم ابدأ سمول، ابدأ 3 أيام من البداية، بعد نزيد مع الوقت، حاول تتمرن خفيف من البداية، بعد نزيد أوزان مع الوقت، زيد تمارين، شوف فيديوهات. بس أهم شيء من البداية تبدأ صغير،
إذا لا تبدأ من بداية والله باروح أتمرن بسوي دايت وبقوم من الصباح ما كذا بتضغط على نفسك زيادة، لأنه إذا خذلت في واحدة من الأشياء مثلا ما قمت الصباح بتبدأ تقلد نفسك. فإنك تبدأ بشيء صغير أو أشياء تطوعية مثلا، أو إنك تبدأ بزنس وتبدأ بالموقع مثلا، يعني أشياء صغيرة جدا، بس أهم شيء إنك تشغل نفسك بشيء، وإنه تحط في بالك إنه الموضوع بياخذ وقت. زين، وهذه النصائح كلها هذه حالي أيضا، لأنه أنا قريب ترى برجع البلد، إن شاء الله تستفيد منها. يعني go easy on yourself زي ما قلت الحين، خذها سهالات كذا مع نفسك، ارفق من نفسك شوية ولا تقسى على نفسك، بياخذ وقت. كثير ناس ممكن تخلط بين الاكتئاب وبين الكسل، انه تفكر انه لانها كسولة او ما قاسة تشتغل انه ممكن يكون في يعني انه هم ما مشتغلين وما متحركين وكذا. بس ممكن لا، ترى الدبريشن حقيقي مرض، يعني ممكن يسبب ان الجسم ما يتحرك، الجسم ما يفكر، الجسم كذا يحس انه طابق وما في حل، ما في غاية، ما في امل. ففي فرق بين الاثنين. ممكن حتى مثلا الاهل يقسون على ابنائهم انه حتى الحين ما محصلين وظيفة وكذا، بس لا، لازم يكون في حلول أخرى، مثلا حلول طبية، حلول نفسية، أيا كان. بس في نفس الوقت هذه الفترة راح تاخذ وقت. هذه الفترة لازم واحد يرفق بنفسه شوي، لأن الأحوال حتى ما هي أفضل حال يعني. هذا شيء معروف في البلد، يعني الأوضاع صحيح تتحسن، بس هي مش أفضل شيء حاليا. فضروري إن الواحد يرفق بنفسه، يكون يعني شوية كايند في نفسه يعني. فالواحد بين يعني آخر شيء بس بالنسبة للرفق، بدل فكر فيها بهذه الطريقة، بدل ما أنا تقول أنا ما قاعد أسوي كفاية وأنا ما جالس وما أعرف إيش وأنا كذا ومفروض أكون هنا ولا بس أنا هنا، إنه لا، I'm figuring it out. أنا أحاول إنه أنا I'm doing my best. أنا جالس أسوي اللي علي حاليا. إنه هذا سويتش بين إنه أنا ما قاعد أسوي كفاية إلا I'm doing my best، إنه أنا جالس أسوي أفضل ما عندي حاليا، في فرق كبير. الأول يبين إنه أنا مقصر، أنا ما قاعد أسوي كفاية. الثاني يبين إنه أنا قاعد أسوي اللي علي بالموارد اللي معاي، بالأشياء اللي سخرها لي ربي، وإحنا علينا العمل والنتيجة ما هي علينا، على ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأشياء اللي سخرها لنا. فهذا بالنسبة لي depression after graduation، الكتاب بعد التخرج، هو شيء واقعي، هو شيء موجود. أعراضه نفس الشيء موجودة، واحدة منها الندم، واحدة منها اليأس، واحدة منها قلة النوم مثلا. بس في أمور ممكن تسويها، في ناس ممكن تراجعه. وفي حاجة حتى ما مذكورة في الارتكل هذا، انك والله ممكن تكلم حد عادي، والله انك تحصل لك حد تكلمه بخصوص الموضوع، انك ايا كان اي شخص تحصله يستمع لك صراحة. يعني تحصل واحد شخص يستمع، شيء جميل جدا، ويحل لك معظم واغلب مشاكلك. بس انك تحصل لك واحد يستمع، بس انك تتكلم على المشاكل والظروف اللي تمر فيها، بس الكلام بحد ذاته ممكن يحل لك كثير اشياء. ليش؟ لانه الحين الافكار اللي داخل عقلك انت ما جالس، انت تحس نفسك طابق. ليش؟ لانه في كثير افكار وانت تحس نفسك ضايع. يوم تتكلم، المعاني والكلمات والافكار اللي في عقلك تصير على ارض الواقع، فانت حرفيا تسمع نفسك تتكلم، فتبدا تكون قناعات جديده، وتبدا تكتشف اشياء عن نفسك. اوه يا اخي، ما كنت عارف ان انا ممكن اسوي كذا، ما كنت عارف ان، او ممكن حتى من ناحيه الجورنالينج، ممكن ان يوم تكتب يكون في اللي هو يعني تكتب افكارك وكذا، انت حرفيا تشوفهن امام عيونك، فهي تخرج من عقلك وتصير في كتاب، فانت حرفيا تشوفها بشكل تانجبل، بشكل فيزيكال، بشكل فيزيائي جسدي، يعني انت تشوفها هنا. فيصير انه بدل ما انك انت تطابق هنا، تصير انت هنا وتقدر تشوفها بعين اقل حيرة، ومن خلال انت ممكن تتخذ قرارات معينة، تتخذ مسار معين من خلال الافكار والاشياء اللي تجي في عقلك. فهذا اللي كان عندي بالنسبة لي كتاب ما بعد التخرج.
أتمنى لكم كل التوفيق صراحة لكل الخريجين أو المقبلين على التخرج. ما هي فترة سهلة صراحةً، وفي كثير ضغوطات وكذا وتوقعات عالية، بس إذا ممكن تتخطى هذه الفترة أتوقع إنه راح يكون شيء قوي يعني في المستقبل. فأشكركم جميعًا على الاستماع وعلى وجودكم في هذه الحلقة. اكتبوا لي تجاربكم، هل مريت ب post graduation depression؟ وكم تقريبًا أخذ منك وكيف تعاملت معاه، وهل يعني نجحت في إنك تتعامل معاه بشكل جيد؟ كان معكم عزيز الفضة من بودكاست فرصة سعيدة.